مع بداية أي مشروع جديد، أول حاجة بتناقشها أنت وأي عميل جديد معاك هما حاجتين مهمين جدا. أول حاجة يا باشمهندس هو المشروع ده أو اللي أنا عايز أعمله ده في الشقة أو في البيت هيكلفني في حدود كام؟ ميزانية عامة طبعا، مش ميزانية دقيقة خالص ولا معمولة على أي حسابات. هي بس مجرد إن أنت عندك خبرة من أنت عملت مشروع واتنين وعشرة، فبتقول له يعني من خلال اللي انا عملته مثلا المشروع ده هيكلف رقم كذا. ده اول سؤال. تاني حاجه وهي هو انت كمهندس برضو هتاخد فلوس ازاي او بتتحاسب ازاي؟ وطبعا في بداية اي مشروع دي حاجة منطقية جدا ولازم نتكلم فيها ولازم تتناقش فيها بشكل واضح. بمعنى انا عندي مثلا صنايع السيراميك بياخد الشغل معايا بالمتر، حاجة تانية مثلا بند غيره بيتاخد بالمقطوعية، تمام، زي الابواب والشبابيك. فانت كمهندس بتتحاسب ازاي؟ بتحسب الشغل بتاعك ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعضنا في الفيديو النهارده. واول حاجه هنتكلم فيها في النقطه دي هو المبلغ اللي انا بطلبه منك كعميل ده بيساوي ايه بالنسبه لي. بمعنى اصح انت بتطلب مني عدد معين من الخدمات، او في البدايه خالص انا بوريك كل الخدمات اللي انا اقدر اقدمها ليك، فانت بتختار انا عايز من كل الخدمات اللي عندك دي، من العشر خدمات اللي عندك دول انا عايز الست خدمات دول بس. فانا من خلال الوقت والمجهود اللي الست خدمات دول هيحتاجوهم مني ببدا احدد القيمه الماديه للشغل بتاعي هتبقى ايه. الكلام ده بابسط معنى هو ان انا بقدم ليك وقت ومجهود، ففي مقابل حاجات توازي هذا الوقت وهذا المجهود. وهنا نصيحه ليك كعميل، ما تتخيلش ابدا ان في سعر غالي وفي سعر رخيص في اي سوق عامه. ما تتخيلش ابدا ان في سعر غالي وفي سعر رخيص. كل حاجه او كل حاجه ليها سعر، بالاخص في الاعمال بتاعتنا دي هتلاقي دايما في السعر الاقل منها ودايما هتلاقي السعر اللي اقل منها. يعني انت لو رحت لمهندس وقال لك الحاجه دي ب10، هتروح عند واحد تاني هيقول لك ب5، هتروح لواحد تاني هيقول لك ب2، هتروح لواحد تاني هيقول لك ببلاش خالص. ودي فعلا مواقف بتحصل معايا أنا اكتر من مره كمان. ببقى موجود في مشروع بلاقي العميل بيقول لي في المهندس فلان اتصل بيا قال لي ان انا ممكن اخد باقي الاعمال اشتغلها معاك ومجانا. ففعلا وللاسف حتى في سوق المهندسين مفيش حد ادنى للسعر، بالاخص لما بتبقى شغال حر. وفعليا انا مش عارف دي بتتحسب ازاي، بس بالنسبه لي انا شخصيا بحاول ان انا كل مشروع على قد الوقت بتاعه وعلى قد المجهود اللي هياخده مني وعلى قد القيمة اللي أنا هضيفها للمشروع في البنود دي ببدأ أحط السعر بتاعي بشكل منطقي جدا. وكلمة هنا برضو للمهندسين، أي سعر أنت كمهندس هتبدأ تحطه كضريبة على المشروع ده برضو السعر مازال غالي. فانت كمهندس اطلب السعر اللي يوفي معاك الوقت والمجهود بتاعك. بعد المقدمة دي هو انا بحسب السعر بتاعي انا شخصيا ازاي؟ من خلال كل الفيديوهات اللي فاتت طبعا انت خلاص بقى واضح عندك ان احنا هنا بنقدم مستوى معين للخدمات. فانا عشان اقدر احافظ على المستوى ده من الخدمات بيبقى عندي حد ادنى من الاجر. اي مشروع تحت الحد الادنى ده يعني بقول للعميل نصيحة شوف حد غيري، لان انا مش عايز ابقى بطلب منك مبلغ كبير جدا على خدمة صغيرة جدا. انا عندي مستوى معين لازم احافظ عليه في كل مشروع، وبالتالي بطلب دايما حد ادنى للاجر ايا كانت الشغلانه هتكون ايه. الحد الادنى ده هو الرقم اللي انا من خلاله ببدا اشتغل او ببدا اوافق على المشروع اللي جاييني. وطالما هنبدا نتكلم في حاجه زي دي 3 نقط لازم تكون فاهمهم كويس. اول حاجه وهي التصميم، انا بحدد سعري على اساس 3 نقط اساسيين. اول حاجه التصميم بكل انواعه، تصميم داخلي، تصميم معماري، تصميم انشائي، كل الكلام ده. تاني حاجة وهي التنفيذ بكل مشتملاته، الإشراف والاستلام ومتابعة الشغل وغيره. تالت حاجة وهي المقاولات، ان انا بشتري الخامات للعميل، ان انا بوفر الخامات للعميل، بوفر الصنايع للعميل، بوفر كل الكلام ده للعميل. وعلى اساس الثلاث بنود دول في 3 طرق مختلفين للحساب. الطريقة الاولى وهي ان مثلا بقول للعميل، عشان يعني انت كل طريقة طبعا بتقدمها لنوع معين من المعاملات على حسب هو اللي بيطلب يعني انهي طريقة. الطريقة الاولى مثلا وهي ان كل حاجة ليها سعر منفصل. بمعنى انت عايز مني التصميم المعماري فده سعره كذا، عايز مني التصميم الداخلي ده سعره كذا، عايز مني بعد كده التنفيذ ده سعره كذا، عايز مني المقاولات مثلا انا اجيب لك الخامات دي نسبتها كذا. والعميل اللي بيطلب ان كل حاجه يبقى لها سعر منفصل في اغلب الاحيان بيبقى العميل اللي موجود في مصر، او بمعنى صح موجود بشكل قريب من المشروع او من البيت بتاعه. لان انا هوفر لي مثلا التصميم بس كتصميم معماري او كتصميم بس كتصميم داخلي، وهو بعد كده اللي بيوفر الصنايعيه والعمال والخامات ويتابع الشغل والكلام ده كله. فده عميل مثلا بيطلب منك الحاجه بسعر منفصل. عميل تاني بيطلبها مثلا منك بنسبه معينه، يعني انت بيبقى ليك نسبه مئويه في مقابل ان انت هتوفر الرسومات او هتوفر التصميمات. يعني ان انت مثلا بيبقى ليك نسبه 15% من بنود الاعمال او 20% من بنود الاعمال، في مقابل ان انت هتوفر التصميمات المعماريه
وانت اللي هتنفذ وهتستلم الشغل وتشرف عليه. لكن انت حتى الان انت مش بتحتك ببند ان انت اللي هتشتري الخامات. البند الثالث اللي هو اللي بيبقى فيه المقاولات، وده اللي بمعنى اصح ان انت بيكون معك كل الاعمال من التصميم والتنفيذ والاشراف وكمان المقاولات. انت اللي بتوفر الخامات وانت اللي بتوفر الصناعيه وغيره. ودي دايما بتتحسب، او يعني في اغلب الاحيان بتتحسب بالمتر المربع. فمثلا في الطريقه دي انت لو عندك مشروع مساحته 200 متر مربع، فمعنى كده ان انا هاخد منك المشروع ده مثلا بسعر المتر المربع. هقول لك ان سعر المتر المربع عندك هيكلف 4000، هيكلف 6000، هيكلف 8000. وبعدين ببدا اتفق معاك على الخامات. هو انا هشتغل معاك حجر طبيعي ولا لا؟ هشتغل معاك في التشطيب، البانيو هيبقى عامل ازاي، او الحمام هيبقى عامل ازاي، المطبخ هيبقى عامل ازاي، نوع النقاشه هتبقى عامله ازاي. الكلام ده كله بنبدا نحط التفاصيل دي كلها في عقد معين عشان ابدا اقول لك ان انا هاخد منك المتر بالسعر الفلاني. وانت بالنسبه لك كعميل او كمهندس، ايه اللي يفرق معاك في الطريقه دي او الطريقه دي او غيرها؟ بالنسبه لك انت كعميل، نصيحه: ما ينفعش ابدا يبقى الشخص اللي بياخد معاك التصميم والتنفيذ والاستلام يبقى هو نفس الشخص اللي بياخد معاك بند المقاولات. لازم ده يبقى منفصل تماما على الاثنين دول. ده نصيحه مني ليك. يعني احنا مالناش دعوه بالنقطه دي، خليها الموضوع تاني. انت بالنسبه ليك كعميل في سياق الفيديو بتاعنا، اللي يهمك من كل الكلام ده، انا عندي 10 خدمات بوفرهم لاي عميل. فانت كعميل بالنسبه اللي انت محتاج 6 بس، محتاج 5 بس، محتاج 7، محتاج 10 خدمات كلهم، براحتك. دي حاجة انت اللي بتحددها على اساس احتياجاتك انت في المشروع. هل انت دايما موجود في مصر وهتقدر تتابع الشغل بنفسك؟ هل انت مش موجود اصلا في مصر ومحتاج بس تتابع بالتليفون وعايز تستلم في الاخر على المفتاح؟ برضو ده موجود وده موجود، وانت كعميل اللي بتحدد. وكل حاجة بتحدد بسعر معين. طبعا انا برشح لك حاجة معينة في الاطار اللي انت محتاجه، لكن بيبقى في عميل تاني مثلا عايز حد يعمله بس يدوب بند واحد ولا بندين كل سنة، اللي هو هيخلص جزء في المشروع ده. انا دايما بنصح ان هو يشوف حد يخلص مع كل جزء بسعر معين، علشان خاطر لحد السنة اللي جاية لما تيجي تطلب نمال نيش ما يبقاش في حاجة متعلقة بينها، يبقى الموضوع اصلا خلص من قبل كده. ودي الطرق اللي انا لقيت نفسي في الغالب بشتغل فيها، فقلت اعملها في فيديو واحد عشان لو اي عميل حابب يشوف ممكن نشتغل مع بعض ازاي، يبقى في حاجات زي كده ريفرنس ليه. اتمنى الفيديو كان فيه معلومه جديده وكانت مفيده بالنسبه لك. ما تنساش تشترك في القناه وتدوس لايك، وسبت عليك لو في حاجه معينه حابب تشوفها في الفيديوهات اللي جايه.